أسعد الله أوقاتكم جميعا. وزارة التجارة تحيل أحد الشركات العطرية للنيابة العامة، والسبب أنه مجموعة من المشاهير أعلنوا عن براند عطري، وقالوا الناس اللي حيشتروا من هذا البراند حيكسبون معانا سيارة، وقيمة السيارة الواحدة تقريبا 275 ألف ريال. وفعلا وفي ناس فازوا وأخذوا السيارة. يوم ما راحوا للشركة هذه على أساس أنه هم يستلموا السيارة، اتفاجئوا أنه هم حيستلموا مكان السيارة هذه 20 ألف ريال. وراحوا الناس الفايزين هذولهم واشتكوا لوزارة التجارة، ووزارة التجارة حولتهم ايش؟ إلى النيابة. ولكن المشكلة مو في هذا الموضوع، المشكلة انه في بعض المشاهير صاروا يعلنون لبراند سعودي ثاني انهم هم حيكسبون هليكوبتر. مستوعبين انك انت لو اشتريت من هذا البراند حتكسب هليكوبتر، وقيمة الهليكوبتر طبعا مليون ريال؟ معقولة؟ يعني أنا أتمنى من وزارة التجارة الناس والمشاهير أو البراند اللي يعلن والله أنت حتفوز معانا بشقة، ولا حتفوز معانا أنت بسيارة، ولا أنت حتفوز معانا زي الإعلان اللي طلع هولوكوبتر. انتم مستوعبين هولوكوبتر؟ لو انت اشتريت من هذه المجموعة حتكسب هولوكوبتر. وقيمة العطر كم؟ 150 او 170 او 350 ريال. في المقابل انت حتكسب هوليكوبتر قيمته مليون ريال. انا اتمنى والله العظيم من وزارة التجارة انهم قبل ما الناس هذه اللي تعلن، سواء كانت سيارة او شقة او هوليكوبتر او يخت او اي كان، تكون موجودة عند وزارة التجارة تحت إشراف وزارة التجارة. عندها الجائزة، مو تكون عند الشركة ولا تكون عند المشهور، عندكم. والسبب عشان والله العظيم عشان السوق السعودي لا يفقد مصداقيته عند الناس، والمستهلكين كمان ما يفقدون مصداقيتهم من هذه البراندات، فقط لا أكثر. وما عندي أي حاجة ثانية.